أبي، هل يمكن أن تخبرني عن الفرق بين الفروق الضوئية واللونية للون الواحد؟ بالطبع يا بني، الفروق الضوئية تتعلق بشدة الضوء المنبعث أو المنعكس من سطح معين. بمعنى آخر، هي تتعلق بمدى سطوع أو خفوت اللون. إذا نظرت إلى اللون نفسه تحت ضوء قوي، قد يبدو لك ساطعا، ولكن إذا نظرت إليه في إضاءة خافتة، قد يبدو لك داكنا. فهمت. إذا الفروق الضوئية تتعلق بكيفية رؤيتي للون بناء على كمية الضوء المتاحة. ماذا عن الفروق اللونية؟ الفروق اللونية من ناحية أخرى تتعلق بالصفات المختلفة التي يمكن للون أن يمتلكها بناء على الطول الموجي للضوء. الألوان يمكن أن تختلف في تدرجاتها وتشبعها ودرجة حرارتها. مثلا، اللون الأحمر يمكن أن يكون له درجات مختلفة مثل الأحمر الداكن والأحمر الفاتح. هذا مثير للاهتمام. إذا الفروق الضوئية تتعلق بسطوع اللون أو خفوته، والفروق اللونية تتعلق بالصفات المختلفة للون نفسه. بالضبط، وهذا هو السبب في أن اللون الواحد يمكن أن يبدو مختلفاً تماماً اعتماداً على الإضاءة والبيئة المحيطة به وكذلك الصفات اللونية المختلفة. بالضبط، وهذا هو السبب في أن اللون الواحد يمكن أن يبدو مختلفاً تماماً اعتماداً على الإضاءة والبيئة المحيطة به وكذلك الصفات اللونية المختلفة. شكرا لك يا أبي، الآن فهمت الفرق بشكل أفضل. على الرحب والسعة يا بني. إذا كان لديك أي سؤال آخر، لا تتردد في سؤالي.